اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، ويجعل ايامكم وحياتكم ان شاء الله كلها خير وسعاده باذن الله. كل واحد فينا بيعمل طبق البطاطس المهروسه بطريقته، وانا النهارده هعمله بطريقه حلوه قوي ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. انا كان عندي 5 بطاطسات، انا بحب اسلقها لو هعملها مهروسه طبعا. بحب اسلقها وانا مقشراها، انما لو انا هحمرها وهي مسلوقه بسلقها بقشرها. تمام. بصوا انا هعمله بتركايه مميزه، الناس بتحب تحط عليه، في ناس بتحب تحط عليه بقدونس. في ناس ما بتحبش تحط عليه بقدونس، بيدقوا له قرن فلفل كوبي احمر عشان تبقى لون البطاطس كده محمره. لا احنا النهارده هنغير فيه خالص، هنعمله بطريقه حلوه قوي ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. بس لو اول مره تشوفيني يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي، تحرمينيش من اللايك بتاعك، وفضلا منك تعملي لي اشتراك للقناه. انا هنا بوريكم يعني ان احنا خلاص قطعناهم. هنجيب بقى الميه بتاعتنا ونحط على البطاطس ونرفعها على النار. وطبعا كلنا عارفين احنا بنسلق البطاطس ازاي، يعني مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها دي. تمام. وان شاء الله باذن الله ربنا ينجح اولادنا جميعا ان شاء الله بالنجاح باذن الله. انا بقى كده انا جبت فصوص من التوم اهوت، قد بالظبط كده راس توم صغيره، يعني بتاع 8 فصوص او 7 فصوص من التوم. انا بحب التوم يا جماعه، انا بحب اقشره وادقه في ساعتها، ما بحبش اخزن التوم. يمكن دي عاده فيا، انا بحب كده، بحب ان هو يبقى فريش، بيبقى حلو وما بيحصلوش اي حاجه. انا عندي كده مكان زي منور بجيب التوم وبحطه فيه. وحطيت هنا على التوم ملح، هدق التوم بملح. طب ما انت اهو بتعمليها عادي اهو زي البطاطس العاديه، ما البطاطس العاديه برضو بيتدق لها توم بملح بحبه خل، يعني حاجه عاديه خالص، وبتخرط عليها بقدونس يعني، وفي ناس بتخرط عليها شبت. لا شوفي التركيه اللي انا هعملها ان شاء الله باذن الله هتعجبك، هتغير من طعم البطاطس وانتي بتاكليها. وبعدين البطاطس المهروسه دي يا جماعه، انا اقول لكم على حاجه، انا والله ساعات باكلها كده بالعيش بس كده، ولا جنبها مكرونه ولا جنبها اي حاجه خالص، انا بحبها كده. ادي البطاطس بتاعتنا بقى، جبنا الهراسه وابتدينا ان احنا هنهرسها. بصوا انا ما كانش عندي هراسه عشان تبقوا عارفين، يعني كنت بهرس بايدي الهون بصراحه. انا كل حاجه عندي بحب اعملها بطريقه زمان، بحاجه زمان، والله العظيم ما بحبش الحاجات الجديده اللي طالعه دي. غير بقى لما قلت ايه بقى، ماشي لازم نحدث بقى كده شويه يعني. انا بقى كده حطيت الطاسه على النار بتاعتي اهي، وسبتها بقى تنشف بس كده من الميه شويه، ونزلت بالظبط كده ب4 معالق من الزيت. وخليكي اقتصاديه في الزيت شويه عشان الزيت غلا جدا. بس انا شايفه يعني، كنت في السوق النهارده وشايفه ازازه الزيت السندباد، بس بجد ما قربتلهاش يعني، بس هو كاتب عليها 40 جنيه، فهي بتنفع يعني للقليه وللكلام ده كله. تمام. بقى كده هنزل بالثوم اللي انا دقيته. في حاجه عايزه اقولها لكم، ان انتي لو بتحبي البطاطس حاميه تقدري تدقي مع الثوم دوت قرن فلفل حامي كده، هيشطشط الدنيا كده، وهتبقى البطاطس بقى طعمها ايه ولا يا ولا زي ما بيقولوا. تمام. انا بقى هبتدي احمر الثوم بتاعي دوت، اكنك بالظبط كده بتعملي تخديعه او تقليه فته، عشان احنا الاسكندرانيه ما بنحطش للفته صلصه، فاحنا بنعملها بس بنعمل طبعا بدل الزيت سمنه، تبقى سمنه بلدي بقى وكده يعني. فهندي بقى للثوم تقلبتين كده لحد ما يبتدي ان هو ياخد معانا لون كده خفيف شويه. بقى كده ابتدى اهو التوم ياخد بقى اللون اللي انتي شايفاه دوت. هجيب بقى معلقتين من الخل كده وهنزلهم على التوم بتاعي، ويا ريت تبقي موطيه النار ساعه ما بتحطي الخل، لان في ناس اول ما بتحط الخل وتبقى معليه النار الدنيا كده ايه يعني، والعياذ بالله النار كده بتعلى مره واحده. فوطي النار وحطي المعلقتين بتوع الخل بتوعك، وقلبي بقى التقليه دي كده وطفي عليها، وتعالي بقى نزليها بقى على ايه، على البطاطس بتاعتك اللي هي مية مية دي. بقى كده ابتديت ان انا هنزل التقلية بتاعتي على البطاطس، وابتدي ان انا اقلب كله كويس جدا جدا، على قد ما تقدري تدخلي كل الخلطة دي في قلب البطاطس بتاعتك. طبعا طعمها مختلف جدا، رايحة في حتة تانية خالص نهائيا، ولا محتاجة بقى بقدونس ولا محتاجة اي حاجة خالص، بجد بجد طعمها بيبقى حلو قوي قوي. جربي الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك. هنقلبها بس وندخل فيها كل حاجة، ونبتدي بقى نغرفها بشكل حلو كده يفتح النفس. بقى كده ادي طبق البطاطس بتاعنا، اللهم بارك بقى، طماطمايه صغيره كده تدلعي الطبق كده وتخلي شكله حلو. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، واقول لكم زي ما بقول لكم كل مره ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.